السلام عليكم. اليوم غنوجد معكم واحد السفه اللي هي كتجي زوينه ولذيذه ويحماقوا عليها الوليدات الصغار. يلا نبداو المقادير على بركه الله وبسم الله. انا عندي باكيت الزيتون، انا هنا عندي كيلو. اللي غيفور كيلو غيفور نص كيلو، اللي غيفور نص كيلو غيفور 5 كيلو 4 كيلو 6 كيلو. المناسبات ما تخافوش من نزل 10 كيلو نفس الطريقه، ما تقولوش الطريقه القليله الكميه قليله عندها طريقه والكميه كبيره عندها طريقه. نفس الطريقه يعني غير تحكمي في كيلو ولا نص كيلو راه غتحكمي في من 4 كيلو والفوق. غنحتاجو للزيت، هاد الكميه اللي غندهنوها بها غنحاولوا ندهنوها مزيان، نلبسوا بحال هكا نفكوا نلبسوا الحبه تاع ديال الصفه الزيت مزيان. فهاد الاثناء داير البرمه الماء كيغلى خص يكون غليان. صافي غنبقى بحال هكا نقلب فيها حتى كتدهن الكميه ديال الزيت اللي درت لها. صافي بعد ما دهنتها مزيان غادي نديرها في الكسكاس. غادي تهود غنحطها بحال هكا غادي تهبط. دابا بعد ما عمرتها في الكسكاس غنديرها تفور، واخا تشوفوها عامره غادي تهبط. بعد ما فارت الصفايه كيف ما شفتوا راه هبطات، فارت مزيان. غادي نقلبها هي باقا ما مدهوناش مزيان، غادي نعاود نحركها ونديرها تفور واحد دقيقه ولا جوج غير هكا بلا ما، غير بحال هكا نعاود ندهنها بحال هكا نقلبها مزيان ونعاود نديرها تفور دقيقه ولا جوج كاع. انا دابا جمعت الكسكاس هي كيف ما كتشوفوا الكميه راه نقصات، غنعاود نديرها تفور كيف تكون واحد دقيقه ولا جوج ونكملوا الخدمه. صافي دابا ملي فات ليا الصفه ها هي، لا ما نديرش في القصريه، غنديرها في شي اناء بحال هكا. صافي نطويها بحال هكا باش غنكيت لكم هاد الفرات بجوج. غناخد البرمه اللي كان كيفور فيها الماء، اللي كانت كتفور فيها الصفا هو الماء سخون، ها هو غنخوي عليها مباشره. نخدمو غير بشويه هاهي بحال هكا، نحاولوا نهبطوها في الماء تكون كتعوم في الماء باش ما تعجنش. هذه دغيا كتفور، ها هي كنحركوها مزيان. بغيتو ديروا هاد العمليه نفس العمليه بالماء بارد، غديروها 3 الفرات وتديروها بالماء بارد غير 2 فرات. صافي هادي غنعاودها صافي نفس العمليه ديروها غير الماء بارد، تعمروا على الماء بحال هكا. الا كان الماء قليل غتعجن ليكم، كان الماء بحال هكا كتعوم في الماء كثير عليها ما تخافوش منها. غنخليوها واحد 3 دقائق حتى 5 دقائق، ما بين 3 دقائق 5 دقائق. صافي بحال هكا غنجي هنا غندير واحد نص معلقه تاع الزبده غير باش كتدخل فيها. وغادي ندير الكميه ديال الملحه اللي غنحتاج ونحرك. صافي غنحركها ثاني تدخل ديك الزبده والملحه. هاد الماء راه كيطيبها، كيدير لكم 3 دقائق حتى 5 دقائق ونتلاقى. صافي بعد ما داز ما بين 3 دقائق حتى 5 دقائق اللي قلت لكم، غادي نجيب هنا البرمه نرجع عليها الكسكاس، هي اللي غادي نرجع لها داك الماء. نتمنى يكون واضح. نخليها تقطر
صافي ها هي كتقطر فيه، كتقطر مزيان. عاود نرجع نخدمها. صافي ها هو درتها تقطر، حولتها، ها رجعت الماء للبرمه. ها هو كيف ما كتشوفوا داك الماء كيكون فيه داك النشا اللي كيحيد، هو اللي كيعجل لنا الصفه. ها هو كيحيد منها. صافي غنعاود نزيد فيه شويه الماء ونديرها تغلى، ولا نخلي غادي نعاود نفور فيه الفوره الثانيه، نعاود نرجعو للبوطه باش يغلى. ها هي كيف ما كتشوفيها، ها هي كتقطر. دابا نخليها تقطر مزيان، ها هي ما معجنه ما والو، نخليها تقطر مزيان. هي عاد نخوها في القصريه باش نكمل لها الخدمه ديالها. دابا غنحولها للقصريه، مخليهاش بزاف في الكسكاس مجموعه باش ما تعجنش، وما غاديش تعجن غير باش نتفاداو المشاكل، حيت بعض المرات ما كنعرفوش الانواع ديال النوعيه زعما كيفاش ديال الصفه. بهذه الطريقه الا تبعتوا المراحل ديالها راه كتصدق مزيان. ها هي نخليوها بحال هكا ثاني واحد 5 دقائق اخرى ونديروها تفوق. الفوره اللي غنفورها دابا ما كاملاش 5 دقائق، يعني دغيا نحلوها. صافي خليتها واحد شويه نذوقوها، لا خاصها الملح نزيدوها، لا كانت هي هذيك راه بركه. ها هي كيف ما كتشوفوا معايا، ها هي مفكوكه ما كتعجن ما والو، بطريقه سهله. ها هي ما كتشوفوا كي قلت لكم هاد الخدمه كتصلح لاي نوعيه ديال الصفه ومسرويه. دابا غادي ندير في الكسكاس الفوره الثانيه اللي قلت لكم 5 دقائق ما نفوتوهاش، لا نعمر الكسكاس. صافي هي عمرت الكسكاس. غنديرو دابا كي قلت لكم 5 دقائق ما كاملاش. صافي ونطلقها. خالص كي قلت لكم الفوره الثانيه ما كاملاش 5 دقائق باش ما تعجنش، راها طايبه. داك الماء طايب، غير كنعاودو نزيدو واحد شويه ملي كتبرد. صافي دابا غادي نحلها. دابا راها موجوده، غندير فيها الزبده، واحد 2 معلقات. حاجه كتدخل لها الزبده. الطريقه راه سهله كي قلت لكم، ومعظم الطباخات كنخدموا حنا بهذه الطريقه. ملي كيكون يعني كاين المناسبه ولا شي بحال شي كوموند كطيب دغيا كتوجد، ما كتعقناش الصفه. بهذه الطريقه دغيا كنوجدوها حتى اخر لحظه. صافي بحال هكا كي قلت لكم راه تقريبا كاع الطيابات اولا الطباخات كيخدموا بهذه الطريقه هذه. صافي غندخل لها الزبده، من بعد غندير لها هاد الفاني اختياري اولا الساشي ديال الزهر. انا كي قلت لكم درت لها حليب، كاين كنخدموا الا ما كناش غادي نديرو على الماء طايب وداكشي كنعاودها بالحليب. هنا غادي ندير السكر القياس ديال الحلاوه، السكر سنيده، ما نديروش السكر كلاصي اللي غادي يعجنها. غادي نحرك مزيان تدخل. صافي ما يبقى لنا غير نكملوا لها هكا، تدخل لها الزبده والسكر ونتلاقاو باش نديروها في الطبق ديال التقديم. صافي دابا غادي نقدمها في الطبق. بالنسبه للطريقه ديال التقديم راه الصفه كلها كيفاش كيبغي يخدمها. انا غنخدمها بطريقه عاديه في نفس الوقت زوينه، ماشي نشارجيها بزاف. غتشوفوا معايا ان شاء الله في الاخر تاع الفيديو الطرق اللي كنزين بهم الصفه بريستيج. طرق كثيره كاينه، غنبارطاجي معكم شي صور من كل اللي كنخدم. دابا غندير معكم واحد تزيين بسيط وفي نفس الوقت زوين. عندي هذا المول هذا راه معروف،
شي غرفه ديال الطاجين كنخدموا بها، وكنبدلوا تقبلوها بحال هكا تخدموا بها. انا غير بغيت ندير لكم كيف شفتوا هذا الماء عرفوا علاش كيليق، يعني ماشي الكيك ولا شي حاجه هذا كيخدم التزيين هو الكيك فعلا، ولكن اغلب الاوقات ما كنخدموش بيدي كنخدم بها غير الصفه. هذا غادي نعمر دابا هنايا كاين اللي فيه الحفره وكاين اللي ما فيهش الحفره. غادي نعمر هنا نضغط عليها باش تدخل الصفه، فين نعمر كله. شوفي كتشوفها مفكوكه ما معجناش صافي. بعد ما عمرتو غنجيب الطبق نقلب. هذا عندي فيه الحفره كبيره بزاف، علاش خليت هنا واحد الكميه ديال الصفه باش نعمر هنا غير بشويه، ما نعمرهاش كلها. هنايا عندي صوص كراميل منزليه، انا فايت بارطاجيت معكم الطريقه، راهي باقا سخونه. هي ما بقاتش عندي علاش خدمتها دابا دغيا بسرعه، كتكون في الثلاجه ديما عندي كنخدم بها، كتبقى اختياريه. لا نديرو القرفه، كاين اللي ما كيبغيش القرفه، علاش ما نديروش؟ هذا يعطي اللون ويعطي حتى المذاق زين غير بسيط ولكن كيجي زوين. كي قلت لكم غتشوفوا معايا في اخر الفيديو الصور ديال الطرق ديال التزيين ديال الصفه بريستيج. كنديروا فيها المشماش، كنديروا فيها البرقوق، صبيط السمان، ولا كيدخل لها بزاف الاشياء الصفه. هنا عندي السكر كلاصي زينته بواحد شويه ديال القرفه، غنحطو في هاد الحفره صافي. وهنايا عندي اللوز مهرمش، غادي نديرو غير من الجناب. صافي على هذا الشكل هذا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الصفه، كتجي على هذا الشكل هذا. كي قلت لكم فكره بسيطه، الا ما كانش داك المون نديرو غير القفاله ديال الطاجينات اللي كنخدموا بها. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، كيف ما كنتمنى دائما انكم تزوروني وتدعموني وديروا بارطاج ان شاء الله. وصلكم من عندي كل جديد، ومع السلامه.